السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا الخطيرة الجميلة. العجينة قطنية وهشة ورهيبة، والحشو كمان مظبوط، والجبنة بتمط معانا، وهقول لكم السر اللي يخلي الجبنة تمط معانا. اهم حاجة نصلي على النبي ونشوف الطريقة مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وما تنسوش والدتي من صالح دعائكم. اول حاجة هنحضر مع بعض العجينة. معانا باكت من الخميرة الفورية، وعليه معلقتين من السكر، وكوباية من المية الدافية. المية تكون فترة كده، مش سخنة، لا هي دافية كده. هنركنهم بقى على جنب، ونجيب معانا كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق ده يعني هياخد معانا سوائل كوباية لبن وكوباية المية الدافية اللي مع الخميرة. وننخل الدقيق كويس ونحطه في العجان، وبعد كده نحضر معانا رشة ملح وكوباية المية الدافية مع السكر والخميرة وكوباية لبن. هي دي السوائل اللي احنا هنضيفها بس. ونحاول ان احنا نعجنهم مع بعض الاول كده لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض. وفي الاخر هنحط ربع كوباية زيت، يبقى مقادير الكيلو: كوباية لبن وكوباية مية فترة عليها باكت الخميرة ومعلقتين السكر وربع كوباية زيت. مفيش اسهل من كده، والعجينة هتطلع معاكي تحفة جدا. لو عايزة تعجيني بزبادي بيكون غني برضو وطري اكتر من كده، بس انا عملت بلبن، والمرة الجاية ان شاء الله نعملها مع بعض بزبادي. بس بجد العجينة كانت قطنية وهشة جميلة جدا جدا جدا. يعني لازم تجربوها يا جماعة بجد، واحلى من بتاعة المحلات بكتير جدا. بصوا العجينة ما شاء الله. طبعا لو ما عندكوش عجان مش مشكلة ابدا، ممكن نعجن على ايدينا. ودلوقتي العجينة جهزت معانا، هنرش كده على وشها بس معلقة زيت ونركنها على جنب. هنبتدي نحضر مع بعض صلصة البيتزا. معانا فصين توم كده في شوية زيت، مفيش اسهل من كده، وعصير طماطم فريش. انا بعمل الطريقة دي وبجد بتبقى جميلة جدا. ومعانا البهارات بعد ما تبتدي تتسبك: بابريكا وملح وفلفل اسود، وشوية كمان من السبع بهارات. ومفيش اكتر من كده، وبتبقى تحفة جدا واحلى من اي طريقة هتجربوها ان شاء الله. ونسيبها تتسبك، وبعد كده نشيلها، وفي نفس الحلة هننزل معانا بصدور فراخ مقطعاها تقطيعة الشاورما بالطول كده، ونشوحها كويس جدا في معلقة زيت برضو لحد ما تتشوح معانا وتاخد معانا اللون الجميل ده. ونضيف لها كمان معلقة سمنة بلدي بتودي الطعم في حتة تانية خالص. ونضيف عليها بهارات فراخ والسبع بهارات وملح وفلفل اسود ورشة جنزبيل بودر. ونقلبها كويس جدا لحد ما تتشوح كده، وننزل عليها بقى بالخضار. معانا بصل وفلفل الوان فرمتهم كويس في الكبة، وننزل عليهم بالفراخ ونقلبها كويس كده ونسيبها لحد ما تستوي معانا. طبعا دلوقتي هنحضر معانا الحشوة التانية. معانا معلقة من السمنة البلدي وننزل فيها بفصين توم ونشوحه كويس، وننزل كمان بالجمبري. معانا هنا جمبري متقشر بيكون جميل جدا جدا. بيتزا الجمبري يعني من احلى البيتزا اللي بحبها. ومعانا فلفل الوان بس، معانا فلفل الوان والثوم بنشوحهم تشويحة بسيطة كده، وبننزل عليها بالبهارات. معانا كزبرة ناشفة وكمون، وما بنحطش ملح لان الجمبري اصلا بيكون مالح. طبعا السي فود كله بيبقى مالح. ودلوقتي بقى نحضر مع بعض الصوص الخطير السري لبيتزا بالسي فود. اي نوع سي فود يا جماعه هتعملوه بالطريقه دي بجد مش هتندموا. معانا معلقه من السمنه البلدي ومعلقتين من المايونيز ومعلقه من المستردة ورشه من الشبت وفصين توم. بصوا الصوص ده جميل جدا، هتشوفوا دلوقتي هندهنه ازاي على البيتزا. هنا العجينه بعد ما اختمرت وارتاحت وما شاء الله عليها، بصوا بقت 3 اضعاف ما كنا عاملينها. اللهم بارك بجد. كيلو دقيق عمل معايا 4 صواني كبيرة بيتزا. يعني ما شاء الله حجم البيتزا الواحدة اللارج لارج اللارج. يعني أكبر صواني عندي عملت فيها بيتزا، هتشوفوا معايا دلوقتي. يعني حرفيا حفلة بيتزا. لو كنا عملنا في الصواني الصغيرة كانت هتبقى حفلة بيتزا حرفيا. يعني تبقى كده سمول كده، بتبقى جميلة جدا. هنحاول ان احنا نعملها كورة كده ونفردها. ما شاء الله عشان العجينة مرتاحة هتمشي معايا بسهولة جدا. نحاول ان احنا نخلي السمك بتاعها سمك، يعني ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، علشان تكون هشة معانا من جوه وفي نفس الوقت مش ناشفة. بصوا عشان العجينة، بصوا مرتاحة تمشي ازاي.
في ثانية. بتفرديه على حسب المقاس بتاع الصينية بتاعتك اللي انت عايزة تعمليها، وبتدهني الصينية دهنة زيت زيتون بس، بتكون جميلة برضو. طعم زيت الزيتون كده بيطلع على العجينة وبيبقى جميل جدا. اوعدكم بجد ان انتوا مش هتشتروا بيتزا تاني بعد الفيديو ده، لان الخطوات سهلة جدا والطريقة سهلة ومش مكلفة للدرجة ان احنا لو اشترينا الكمية دي من بره يعني كده وفرنا، وكمان كلنا حاجة نظيفة وفيها لبن وفيها فراخ، فيها حاجات بجد مفيدة يعني. نحاول كده نساوي البيتزا في اطراف الصينية علشان تكون مفرودة كده في الصينية، والاطراف بتاعتها كلها مالية الصينية كده ان شاء الله عليها. اهم حاجة تكون كلها بسمك واحد. لو عايزينها تبقى رفيعة من النص وتخينة من الاطراف عشان تحشي الاطراف برضو بتبقى جميلة جدا. هنعمل واحدة كمان مع بعض. معانا العجينة التانية. طريقة مفيش اسهل من كده والله بجد، يعني لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها دايما. واهم حاجة نريح العجينة، لازم نريحها علشان تدينا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما سويناها كلها كده في الصينية وخلصت الكمية اللي معايا، هنخرمها كده بالشوكة عشان ما تعلاش معانا في الفرن وتبقى شبه العيش. كل الصواني هنعملها كده، نخرمها كده بالشوكة. ونكون مجهزين بقى الصلصة والحشوات بتاعتنا كده على جنب. دي البيتزاية بتاعة السي فود، هندهن عليها الصوص اللي عملناه مع بعض. صوص رهيب جدا ويمشي مع اي انواع السي فود، بيكون جميل. لو عايزين تعملوا البيتزا عليها تونة او كابوريا او اي حاجة بتكون جميلة جدا. ندهنه كويس. ودلوقتي هنسيبه عشان هقولكم هنعمل ايه. معانا تاني بيتزاية هنعملها بقى، ندهن الصلصة ونعملها بالفراخ. ندهن الصلصة كده في كل الجوانب ما عدا ما نروحش على الاطراف. نحاول ان احنا ما نروحش على الاطراف عشان ما تتحرقش معانا ويبقى شكلها مش لطيف وكمان بتترمي. فدلوقتي نحاول كده ان هي ما نجيبهاش على الاطراف. بيتزا السي فود احنا هنحط جبنة رومي على الصوص اللي احنا عملناه وبس، ونسيبها في الفرن. هندخلها الفرن لمدة مثلا ربع ساعة ونطلعها من الفرن، نحط عليها السي فود وبعدين الموتزاريلا في الاخر. هنشوف دلوقتي مع بعض الخطوات والطريقة. هنحط الفراخ على وش البيتزا بتاعت اللي عليها الصلصة اللي هي بيتزا الفراخ. هنحط الفراخ كده ونسويها. لو عندي الزيتون بقى كمان بيكون جميل جدا، شوية زيتون كده على الوش. لو عايزة تقطعي كمان خضار بيكون جميل قوي، بس انا حاولت ان انا اعملها زي بتاعة المطاعم بالظبط. تاني بيتزاية معانا برضو هنعملها بالفراخ. يبقى كده معانا 2 فراخ وواحدة سي فود لحد دلوقتي. والرابعة هعملها ميكس جبن. ما شاء الله عليها. هندخلها فرن ساخن لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة هنحط الجبنة الموتزاريلا. هي دي الطريقة اللي بتخلي معانا الجبنة تمط، ان احنا ما نحطش الجبنة الموتزاريلا من الاول. احنا بنحطها بعد ما تقرب تدخل كده في السوا بعد ربع ساعة في الفرن الساخن. بصوا بقى المطة هتكون عاملة ازاي. ما شاء الله اخر دقيقة بفتح عليها الشواية بتكون من تحت مستوية زي من فوق ما شاء الله. دلوقتي البيتزا بتاعة السي فود بعد ما حطيناها ربع ساعة كده في الفرن، بننزل عليها بقى بالجمبري بالفلفل والثوم اللي احنا عملناه الجميل جدا ده. وبعد كده نحط عليه الجبنة الموتزاريلا. يبقى كده معانا الجبنة الرومي على الصوص الجميل على الجمبري على الجبنة الموتزاريلا. ودي ميكس الجبن. نحط معانا شيدر ورومي وموتزاريلا واي نوع عندك جبنه حطي، مش هيقولك لا. لو عندك جبنه قريش كمان بتكون جميله قوي، وجبنه تلاجة، جبنه خزين، اي جبنه بتكون جميله. وما شاء الله ما شاء الله الجبنه فرق معاها خالص التركه بتاعت ان احنا نحطها في نص التسويه، ما نحطهاش من الاول. وما شاء الله هتعجبكم. واتمنى ما تنسوش والدتي من صالح دعائكم، وتجربوا الطريقه وتقولوا لي في الكومنتات. وما تنساش نصلي على النبي. ومع السلامة.